الدعاء بالعلم وغنوا يا بني أمي. بلاد العرب أوطاني، بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. اليوم يوم المباراة النهائية، اليوم يوم عيد وطن، اليوم يوم الفرحة الكبرى على مستوى هذه المواجهات الكبرى. في هذا النهائي الكبير المرتقب ما بين المنتخبين اللذان استحقا بكل تقدير الوصول إلى هذه المواجهة، والتي يقودها جلين نايبرغ حكم المواجهات السويدي الذي أدار 3 مباريات في هذه البطولة، منها المباراة الافتتاحية في أرضية ميدان استاد البيت، والتي جمعت المنتخب القطري مع منتخب فلسطين. صافرة البداية وانطلاق انتصارات وتعادل وحيد كان أمام الأحمر العماني في منافسات دوري المجموعات. اليوم في هذا اللقاء الكبير وفي هذه المواجهة وفي هذا النهائي العربي لمعرفة البطل للنسخة رقم 11 من منافسات بطولة كأس العرب، هنا تحت أمطار سماء الدوحة التي هطلت فرحا في بداية شوط المباراة الأول، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، سهلة عند حارس المرمى المحروسون. نصيب في الجهة اليمنى وسميري، في الجهة اليسرى في المنتصف أبو طه وجاموس والرشدان، وفي المقدمة المرضي وعلوان هداف البطولة، وبجواره يبدأ أبو زريق للمباراة الثانية بعد إصابة يزن أنعمات، الرجل الذي تلقي مصلحة المنتخب المغربي. تصل عن طريق أسامة طنان، أمامية من طنان داخل منطقة الجزاء، أبعدت في التوقيت المناسب، لا زالت مستمرة وقائمة ملعوبة المحاولة في الجهة اليمنى، والفكرة لا زالت موجودة عن طريق عرضية استودف النهائي وراسية الرشدان، راسية الرشدان، كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة جدا. لا 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 يا تاريخ، اشهد يا تاريخ، دون يا تاريخ، اكتب يا تاريخ، ان كن هنا حاضرا. يا الله يا الله يا بلادي يا زين البلدان، يا بلادي يا جنات على حد الشوف، يا ارض كريمة مضيافة، ارض كريمة مضيافة في الدقائق الاولى وبغاية الروعة من وحي الخيال. طنان ينسج خيوط المتعة والإبداع من وحد الخيال، يسجل كاف كاف كاف. يا لجمالها ويا لروعتها ويا لحسنها، كحسن المغرب وجمال المغرب وروعة المغرب وإبداع المغرب. يبدع طنان ليضرب موعدا مع التاريخ بأجمل أهداف العام وأجمل أهداف كرة القدم، وبوشكاش جديد، بوشكاش جديد. الله يا أسام الله، الله يا أسام الله، هدف في غاية الروعة من وحي خيال المغرب ومن نسج إبداع المغرب ومن فن فنون المغرب ومن جمال جماليات المغرب. اشحال يا بلادي واللافة، واللسان يجي ويشوف، اشحال اشحال اشحال. اي والله اي والله لا يمكن التوقف عن الحديث عن هذا الهدف الجميل، لا يمكن. والسلامة السلامة ليزيد أبو ليلى، السلامة ليزيد أبو ليلى. لكن يا طنان يا طنان يا فنان يا فنان. حتى يوم غد وبعد الغد وإلى نهاية العام وإلى العام القادم وإلى النهائية مغربية جديدة، كرة بمحاولة أخرى. على أقل تقدير اطمأن النشامة على يزيد أبو ليلى. نعم، ردة الفعل مميزة جدا من يزيد، على أقل تقدير أعطت الأردنيين ذلك الانطباع بالاطمئنان
على وجود وغزاراتها يبحث بكل تأكيد عن تأمين وضعية اللاعبين في أرضية الملعب. الجمهور وضعه مميز، الجمهور وضعها زين. كرة بمحاولة أبعدها أبو ليلى، عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة. تسديدة يا الله يا الله يا الله على البداية. حريمات قائد منتخب المغرب محمد حريمات هو اللي سد النهائي الأول للمنتخب المغربي في تاريخ مشاركاته في منافسات بطولة كأس العرب. ونعلم تماما أن الأردن هي أكثر منتخب عربي بديلا للبركاوي الذي ترك أرضية الميدان في هذه الأثناء كتبديل أول اضطراري. محاولة المغربي يتقدم بهدف مقابل لا شيء، بهدف مقابل لا شيء. وبعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت المحاولة إلى رمي التماس. هذا حكم المواجهة إكلين نايبيرغ، الرجل الذي أدار لقاء. وصلت الكرة بعد ذلك أردنية عن طريق بوزريك، لمسة بأقدام الروشان أو الرشدان عفوا، من أرشد الأردن إلى المباراة النهائية بهدف في شباك المنتخب السعودي وحارس المرمى نواف العقيدي. حكم يشير باستمرارية اللعب، لاعب أردني في أرضية الملعب. سلامات سلامات للقائد محمود المرضي، سلامات للقائد محمود المرضي، لا زال ساقطا في أرضية الميدان بالرغم من أنه شاف أن الكرة ما بين أقدام لاعبي منتخب بلاده، لكنه يبدو بأنه غير قادر على استمرارية اللحظات القادمة. عموما كرة عرضية، تدخل يأتي من سفيان بوفتيني والإبعاد إلى خارج أرضية. العوامل الإيجابية التي تجمع المدربين سنتحدث عنها لاحقا في قادم لحظات هذا اللي في الميدان. واحد أصغر اللاعبين في تشكيلة الأردن وأصغر لاعب موجود على مستوى المنتخب الأردني في مباراة اليوم أساسيا هنا في هذا اللقاء. أمامية ملعوبة من جديد إلى أسامة، ملعوبة في الجهة اليمنى، البحث عن العرضية بكرة تأتي عن طريق أنس باش. هنالك أبو طه في التوقيت المناسب يتدخل، يعيد المحاولة لمصلحة المنتخب الأردني، والكرة بعد ذلك تشعر وأن عايش لحظات من الحلم الذي لا يتمنى بأن يستفيق منه. قريبا على أقل تقدير من نهائي آسيا إلى تصفيات كأس العالم، إلى التأهل المباشر إلى كأس العالم، إلى بطولة العرب والمباراة النهائية، إلى الحضور الكبير، إلى الانتصارات المتتالية، إلى المستويات الرائعة، إلى النجوم. النشم عايش في حلم ما يتمنى. تأتي المساندة بكرة تصل بأقدام اللاعب محمد أسامة طنان، تغيير الاتجاه اللعب المساوي في الجهة اليسرى. سعدان يتقدم، لمسة لمصلحة المغاربة، تسديد وتسلل. حكم المساعد الثاني في مباراة اليوم يعلن عن وجود التسلل في اللقطة والكرة والمحاولات الماضية، وبالتالي قرار سليم، قرار سليم. نعم. التسلل لهذه البطولة وأفضل لاعب فيها بعد الأداء المميز في دور المجموعات، لكن الإصابة أمام العراق أنهت ذلك الحلم بالنسبة ليزن. كرة بمحاولة ملعوبة، صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب الأردني. هذه اللقطة، هذه المحاولة الخطأ يبدو على أسامة طنان. هنا التدخل من اليسرى الآن يتقدم فيها المرضي في هذا الجانب، أداء مرضيا، أداء كبير خارج البلد هنالك في الإمارات، ويقدم أداء متميزا مع منتخب بلاده. بوزريك داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة ومحاولة عن طريق سميري، وكرة عصام إلى خارج الملعب، كرة عصام إلى خارج الملعب. ركلة مرمى عند مهدي بن عيد، ركلة مرمى عند المهدي بن عيد. الجماهير يا سلام يا سلام يا الله يا الله. في مباراة اليوم محمد بولسكو، كرة يلعبها إلى زحزوح، عرضية من زحزوح داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا، تسديدة لا زالت مستمرة وقائمة حاضرة. محاولة ملعوبة إلى خارج أرضية الميدان. المدافع الأردني على الأرض في تلك اللحظة انشقت وأخرجته من بطنها هذه الكرة. هنا المحاولة والتصدي يأتي عن طريق سميري، التصدي يأتي عن طريق سميري، يبقي الأردن في اللقاء ويحافظ على الحظوظ، وبالتالي يمنع الهدف الثاني، عصام سميري
ومن تمريرة إلى أخرى ومن محاولة إلى أخرى إلى أخرى أمامية تأتي الآن. طالت الكرة على زارو وتحولت إلى حارس المرمى يزيد أبو ليلى. سيطر عليها في مباراة اليوم ومن خلال أحداث هذا اللقاء. أي دور اللي يقوم به محمد في هذا اللقاء واحد من أجمل وأبرز الأدوار ربما منذ سنوات وسنوات وسنوات. عادات القليلة الماضية من أحداث هذا اللقاء كتبديلين بالنسبة للمدرب جمال السلامي في تشكيلة الأردن، وأدهم القريشي بالإضافة إلى اللاعب عودة الفاخوري هم من يدخلون إلى أرضية الملعب. عودة الآن الكرة إلى صافرة موجودة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة مستمر استدراء ذلك فيستمر من عين أو في حراسة مرمى المنتخب المغربي، والحديث في المرمى أمام سعدان وسفيان وفتيني. بول سكوت في الجهة اليمنى، كرة راسية ومباريات كأس العرب وحضور كأس العرب. أجواء استثنائية في غاية الروعة قلناها ونقولها ونرددها ونصر عليها ونملك آمالنا فيها ونراها هكذا. هي كأس عالم بالنسبة لنا نحن كعرب، هي كأس عالم. نعم، شاء من شاء أبى من أبى، فأنا أراهن بأن هذا النهائي قد يكون أهم. أراهن على ذلك، أدفع على ذلك، أقدر وضع ذلك، أعرف ذلك، قرأت ذلك، شاهدت ذلك، عرفت ذلك. الأردن الآن من جديد مغربية إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى اصطدمت في الشباك الجانبية، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. رأسية كانت عن طريق اللاعب المتقدم مروان سعدان، بينما هنا علوون. الله 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 على هذا الارتقاء من علي. بعد ذلك عن طريق البديل المهديوي زحزوح يبحث عن التقدم والمرور. صافرة موجودة وخطأ يعلن عنه حكم المباراة كلين نايبيرك. حكم المباراة كلين نايبيرك يعلن عن وجود خطأ في اللقطة والكرة والمحاولة الماضية. هنا التدخل من أمام زحزوح، وبعد ذلك قرار حكم المباراة باعتبار وجود احنا منك يعني. جميل انت يا علي، جميل يا علي، جميل يا علي. قد يكون مظلوم اعلاميا في هذا الجانب. يعني شوف ميسي في الارجنتين، بنزيما فنان لعيب. الكرم عفوا في الدوري العراقي لكرة القدم، لاعب وهداف المنتخب الأردني علي علوان، الرجل الذي سجل هدف التعادل للأردن في مباراة اليوم. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ يأتي على سعد الروسان. هنا المرور وبعد ذلك القرار يأتي بوجود الخطأ لمصلحة المنتخب المغربي على اللاعب سعد الروسان في هذا التدخل، ويأتي في التقدم من أجل عدم إيجاد المساحات، وبالتالي الأمر سيكون أقل من ناحية الفرص باتجاه المرميين. هكذا هي الأمور بالنسبة لربع ساعة الآن مرت على بداية شوط المباراة الثاني، ونحن بنتيجة التعادل بهدف. ما أبالغ في الناحية الهجومية
على اساس ما النتيجه بتعادل اكون بكامل التركيز الدفاعي. امر سيتسلل لا اراديا الى نفوس اللاعبين، سيتسلل لا اراديا الى نفوس اللاعبين من غير اي توجيهات خارجيه واي تدخل. مواصله المشوار، كره لتسديده ملعوبه الى خارج ارضيه ركله او ركله ركنيه، ركله ركنيه. حارس المرمى مهدي بن عبيد هنا يشير الى ركله مرمى، لكن الحكم نعم قرار سليم جدا باحتساب ركله الركنيه لمصلحه المنتخب الاردني على يسار حارس المرمى المهدي بن عبيد. ركله ركنيه للاردن الان، محاوله هنا في الدقيقه رقم 19 على بدايه شوط المباراه الثاني. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس وفي نهائي بطوله كاس العرب ما بين المنتخب الأردني والمنتخب المغربي في اللقاء النهائي الأول ما بين المنتخبين وفي المواجهة الرابعة تاريخيا والثالثة في بطولة كأس العالم. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ هذه الكرة قد يعود فيها حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لوجود لمسة يد على اللاعب البديل المهداوي هذه اللقطة، لكن أعتقد بأن الحكم أشار إلى استمرارية المواجهة أو ينتظر لا زال لقرار حكم الفيديو. هو يتحدث مع المدرب أو هو سيعود إلى تقنية الفيديو، سيعود إلى تقنية الفيديو من أجل إقرار ركلة الجزاء القادمة. نعم سيعود إلى تقنية الفيديو. ما هي الاعتبارات؟ ما هي ذي لمسة يد؟ وتلك كانت، تلك لم تحتسب، واليوم قد يحتسبها هذا الحكم السويدي جلين نايبرغ في اللحظات القادمة على مستوى عالي. على رأس الأردن والأردنية، على رأس الأردن والأردنية، على رأس الأردن والأردنية. ومرة أخرى علم الأردن علا بالعلالي وعلا علوان مرة أخرى، ومن علامة الجزاء يسجل ويتقدم ويضيف الهدف الثاني ليقلب الأمور لمصلحة المنتخب الأردني، ليقلب الأمور لمصلحة الأردن الآن بهدفين مقابل هدف واحد. 2-1 هنا في هذا اللقاء، 2-1 في هذه المواجهة في سقف المرمى. الله 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 الله. هل علي علوان هو أفضل منفذ لركلات الجزاء على مستوى العرب حاليا؟ هذا السؤال الذي يطرح الآن، وبكل تأكيد لن يتردد الكثير في الإجابة بنعم. لمسة من الجهة اليمنى، ما زالت في أرضية ملعب، تحولت إلى رمية تماس جديدة على تنفيذها صابر دوبلين، اللاعب الذي دخل في اللحظات القليلة الماضية. وصلت الكرة إلى ركلة دافع بشكل رائع جدا تعودنا عليه، عدم التفريط في هذه الآن تعود من جديد عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية أبو ليلى ولكن تعود من حمد الله يسجل. راية وتسلل ركلة حرة لمنتخب الأردن الآن بانتظار تأكيد تقنية الفيديو على قرار الحكم المساعد، بانتظار تأكيد تقنية الفيديو على قرار الحكم المساعد. ننتظر الآن هل هنالك راية تسلل حريمات؟ صح يا حريمات. لماذا يحتاج لاعبو المنتخب الأردني على حكم المباراة؟ ما فيها سيعتمد الهدف. حمد الله أعاد المغرب إلى المواجهة، أو هنالك لمسة يد ربما. لازلنا في شك ولنتأكد سيعتمد الهدف. خذها مني يا مغربي،
خذها مني يا مغربي. القرار من تقنية الفيديو سيأتي بعد لحظات. أرى فيه الاعتماد، أرى فيه الاعتماد، أرى فيه الاعتماد. احتفل يا حمد الله، وليحتفل المغاربة بانتظار التأكيد، بانتظار التأكيد بعد العودة. نايبرغ 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 نايبرغ. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ كيف تحتفل؟ أنا ما أقول احتفل، أنا ما أقول احتفل. احتفل، ارقص ارقص، غني غني. عادت المغرب، عادت المغرب، عادت المغرب، عادت، عادت المغرب، عادت. عبارة قلتها في نهائي كأس العالم وأرددها الآن، أرددها الآن. هل انتهت أم لا زال في الجنون جنون؟ هل انتهت أم لا زال في الجنون جنون؟ احتفل، أنا ما أقول لك بأن تحتفل. بمصلحة المغاربة. ملعوبة داخل منطقة الجزاء، عرضية رأسية. الله 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 الله. نعمة من الله. عبد الرزاق حمد الله. نعمة الله للمغاربة، نعمة الله للمغاربة. عبد الرزاق يعود ويعيد المغرب. عبد الرزاق يسجل. لم تنتهي الأمور، ما زال ما زال ما زال. يسجل حمد الله، يسجل حمد الله، ويتقدم المغرب، يتقدم المغرب. هنا بالدعاء يأتي الهدف الثالث للمنتخب المغربي. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة. لم نعتد على هذه الأخطاء يا نشامة، فكيف تأتي أمام المغرب؟ كيف تأتي أمام المغرب؟ حمد الله حمد الله حمد الله. يسجل ويتقدم ويضع المغرب من جديد في مقدمة هذه المواجهة ب3 أهداف مقابل هدفين. وتكة تكة رايحين لسيناريو كأس العالم، نهائي لوسيل ما بين الأرض.